عايز تعرف احنا ليه طلعنا من كأس العالم؟ هقولك. طلعنا من كأس العالم عشان علم مصر اترفع في العالم كله. طلعنا من كأس العالم عشان علم مصر غرق شوارع أمريكا وأوروبا. طلعنا من كأس العالم عشان الأمة العربية والإسلامية توحدوا ورا علم مصر، وده منظر مش مطلوب الناس تشوفه. كل اللي في قلبه خير اتوحد ورا علم مصر وكان بيشجع مصر من أمتنا العربية والإسلامية. عايز تعرف احنا ليه كان لازم نطلع؟ عشان هنا الشعب الغلبان المصري، الشعب المحترم، رفع كله علم مصر، غني وفقير وطفل وكبير وست وراجل، كله رفع علم مصر وقال تحيا مصر وكان فرحان من قلبه. اهل الشر مش عايزينك تفرح، مش عايزك تنتصر، مش عايزين علمك يترفع. عايز تعرف احنا طلعنا ليه من كأس العالم؟ عشان انت قلت لأ للمثلية الجنسية. من زمان، من قبل ما كأس العالم يتعمل، الاتحاد المصري كان قال لأ، احنا لن نسمح بأي فعاليات للمثلية الجنسية. ووقفت وقلت لأ، عشان ده ضد مبادئنا وديننا ودولتنا. عايز تعرف انت ليه طلعت من كأس العالم؟ عشان انت قلت كلمة حق، واللي بيقول كلمة حق أهل الشر بيقفوا قدامه. ولنا فخرا ان احنا طلعنا ظلما قدام هذه الدولة الصهيونية المدعومة من الماسونية. ولنا فخرا ان احنا قلنا كلمة حق. ولنا فخرا ان احنا وقفنا وش بوش قدام ضابط امريكي كان عايز يهين طفل مصري. احنا بنخاف على اطفالنا، مش زيهم بياكلوا الاطفال. ولنا فخرا ان احنا رفعنا علم مصر وقلنا تحيا مصر في وش الصهيونية العالمية والماسونية. ولنا فخرا ان الامة العربية والاسلامية اتوحدت في صف واحد، كانت بتشجع مصر. ومش الامة العربية والاسلامية بس، الامة الافريقية كمان كانت بتشجع مصر. كل واحد في قلبه خير كان بيشجع مصر. ولنا فخرا على مبادئنا، ولنا فخرا ان احنا طلعنا ظلم وبينا الفجر بتاع المنظومات العالمية. الدنيا حاليا مملوءة ظلم وفجور، وطالت قصرت هتتملي عدل بإذن الله. نحن أمة نتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. نحن أمة نقول كلمة الحق حتى لو هنخسر. هنقول كلمة الحق ومش هنرضى بالظلم، حتى لو اتقال إن هيتسدد ديوننا كلها. احنا شعب مكافح، احنا حكاية صمود شعب. احنا صمدنا قدام اهل الشر من زمان قوي، من ايام الاحتلالات بتاع الانجليزي والفرنساوي والعدوان الثلاثي. وهنفضل نقول كلمة الحق الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نحن مصر، احنا مصر واحنا المصريين. خير اجناد الارض الجند الغربي، الفئة القائمة على الحق. راسك فوق انت مصري، بلدك عالية لفوق انت مصري. انتصر لمصريتك يا مصري. قال قبل كده ساعة التهجير ان احنا ناخد اهل غزة او اهل فلسطين كلهم مقابل ان تسدد لنا ديوننا، واحنا مرضناش ليه؟ عشان نحافظ على الارض ونحافظ على العرض ونحافظ على فلسطين من البحر للنهر. هتتملي عدل، وهيجي اليوم اللي مصر تحكم العالم. واللي عملوه الأجداد بإذن الله هيعملوا الأحفاد. تحيا مصر وارفع راسك فوق انت مصري، بلدك عالية لفوق انت مصري. انتصر لمصريتك يا مصري، فأنا والله لمصريتي لناصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا فلسطين من البحر للنهر.